ديدي لوميكيل أمام حميد القلاف، أحد أبرز حراس الدوري الكويتي. هذا الحارس مشهور بتصدياته. هل يتصدى لهذه الضربة؟ إذن ديدي لوميكيل، ديدي تقدم، يلا ديدي وفي المرمى. جول 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 أول كظماوي، جول أول كظماوي في الدقيقة الرابعة. إذن كاظمة يتقدم فرحة اللاعبين لاعبي نادي كاظمة يستحقون الفرحة في الدقيقة الرابعة. من بدري عملوها نادي كاظمة الكويتي. اللاعب ديديلو كيميل هو الذي سدد ضربة الجزاء. إذن 1-0 وعينك على ضربة الجزاء وهدف أول لنادي كاظمة الكويتي في الجولة 14 من دوري زين الكويتي. وهذا ناصر محمدوه اليمني والصفقة الرابحة. إذن هذا القادسية الآن يهاجم في الدقيقة القادسية. هنا القادسية أمام المرمى. جول 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 تعادل. مبارك الفنيني يعدل النتيجة. مبارك الفنيني في الدقيقة 31. مبارك الفنيني يعدل النتيجة للفريق القدساوي. إذن 1-1 الآن صارت النتيجة 1-1. فرحة قدساوية يستحقون الفريق القدساوي، فريق عريق. انظر إلى التمريرات البينية للفنيني، والفنيني حطها في الزاوية على يمين حارس المرمى. إذن هدف جميل رائع جدا للفريق القدساوي. 1-1 صارت النتيجة. ضربة ركنية الآن للفريق القدساوي، أو ماذا يقول الحكم؟ هناك خطأ. إذن ضربة جزاء على ما أظن للفريق القدساوي. ضربة جزاء، أو هي إعادة لضربة جزاء لأن البث انقطع، وكانت هناك ضربة جزاء وهدف صدها الحارس حسين كنكوني. إلا أنه هناك تقدم للاعبين أثناء تنفيذ ضربة الجزاء، الأمر الذي سيجعل الحكم يتخذ قرار بإعادة ضربة الجزاء. إذن ضربة الجزاء إبلاي في المرمى، حطها في المرمى. هدف ثاني. إذن الآن التقدم للفريق القدساوي. جول هدف ثاني للفريق القدساوي في قمة الدوري الكويتي في الجولة 14 من دوري زين الكويتي. النتيجة الآن يتقدم القادسية الفريق العريق. نعم، القادسية النادي العريق والنادي الكبير نادي البطولات يتقدم الآن ويقلب تأخره إلى تقدم في 2-1 مع انتهاء الشوط الأول في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 55. إذن القادسية 2 وكاظمة 1. شكرا للزملاء في استديو التحليل الرياضي هناك في قناة الكويت الرياضية. وعودة الآن إلى مجريات اللقاء الشوط الثاني. وهذه هجمة حلوة وعرضية ناصر محمد. جول 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 جول. إذن في الدقيقة 48 من الشوط الثاني اليمني ناصر محمدو يعدل النتيجة لنادي كاظمة الكويتي لتصير النتيجة الآن 2-2. هذا ناصر الواضح أمامكم في الصورة، ناصر اليماني. الله 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 الله. هدف ثاني ولا أجمل ولا أروع بتمريرة جميلة مقشرة لناصر محمدو، أودعها في المرمى. عامر عبد الله، عثمان الشمري، ناصر محمدو
أبطال هذه الأمسية وأبطال هذه الليلة وأبطال الشوط الثاني لنادي كظمة. انظر إلى الفرحة الكظماوية الآن. إذن فريق عنيد شديد المراس، فأقصد فريق كظمة، وهنا نقلات كظماوية حلوة جميلة. اليماني ناصر لمين؟ لهذا لوميكيل، تمريرة عرضية وجول جول 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 جول. عامر عبد الله السوداني يتقدم لنادي كظمة بالهدف الثالث. الآن النتيجة صارت 3 كظمة 2 القادسية. هذا هو في الصورة ديدي لوميكيل، تلقى تمريرة من ناصر محمدو، حولها عرضية عكسية، استثمرها السوداني عامر عبد الله في مرمى القادسية. إذن فرحة كظماوية الليلة، ليلة كظماوية، ليلة كظمة في دوري زين الكويتي. انظر من ديدي لوميكيل وعامر عبد الله. الزول ما كذب خبر، أودعها في مرمى القادسية، وفرحة ديدي لوميكيل كما في الصورة الموضحة الآن. إذن هجمات منظمة. إذن الآن يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، هدف رابع، جول انهيار القادسية. الآن انهيار القادسية وكظمة يضرب بالأربعة. صارت النتيجة 4 كظمة 2 القادسية في قمة دوري زين الكويتي في الجولة 14. إذن كظمة سيتقدم إلى المركز الثاني برصيد 24 نقطة خلف نادي الكويتي. إذن فرحة كظماوية، فرحة ناصر محمدو 77 بالرقم 77 أمامكم في الصورة. وهذه اللقطات توضح شهية نادي كظمة، بحثه عن الفوز، العزيمة الجبارة لهذا النادي. تسديدة أولى ثم تسديدة ثانية بكل قوة في مرمى الحارس حميد القلاف.